نرجع للوراء إلى ما قبل وجود هذا الكون. فقد مر على كل واحد منا سؤال يخاف الحقيقة يطرح، تحس أنك بتاكل ذنوب إذا طرحته. سؤال يدور في ذهن كل واحد منا: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ صحابي من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بالنيابة عنا كلنا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي ولم ينكر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. وهذا الحديث موافق لما في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء. فقبل خلق السماوات والأرض كان الله ولم يكن شيء غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. وصفة الماء هذا مو بزي الماء اللي موجود على الأرض، في الماء هذا له تركيبة مختلفة تماما لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش هو كرسي الملك، وعرش الله سبحانه وتعالى عرش عظيم جدا، فهو عرش يليق به سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هو كالقبة على العالم، وهو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، فهو سقف العالم وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو عرش الله سبحانه وتعالى، فالعرش هو سقف كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا العرش جعله الله سبحانه وتعالى على الماء. تخيل أن هذا الكون اللي جالسين نعيش فيه محيط به ماء من جميع الجهات، وعرش الله سبحانه وتعالى فوق هذا الماء، فالعرش هو سقف كل مخلوق. Pitcher, steroid, Santa Claus kicks and deals. It's a long fly ball going back, and the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. And it may be hard to see tonight, but we are all standing under a glass ceiling right now. Oh, we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you. It's got about 18 million cracks in it. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. حتى إن أعلى منازل الجنة اللي هي منزلة الفردوس الأعلى سقفها عرش الله سبحانه وتعالى مباشرة، يعني سماء الفردوس الأعلى عرش الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة. ولين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فوقها يكون العرش. وفي رواية ثانية: وسقفها عرش الرحمن. فالله سبحانه وتعالى مستوي على هذا العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى. ومن بعد ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش والماء،